في مشكله تانية بتؤرق بعض الناس اللي كان عندها جدري او تشيكن بوكس قبل كده، او الناس اللي عندها حبوب شباب بيحصل لها حفر، بتلف على عيادات كتير، في كل عياده بتعمل سيشن او 2 انواع مختلفه، تحسن ضعيف جدا. احنا عايزين نجاوب على السؤال ده بشكل يلمس العيان نفسه. حضرتك ممكن تحس بتحسن ولا لا؟ كم في المية بعد تايم لاين قد ايه؟ بتاع التشيكن بوكس لا، من اصعب السكارز انها تروح، ايا كان النوع بتاعه، سبيشالي في المنطقه بتاعه الفيس او النك، بتبقى فيري هارش لدرجه ان احنا ممكن نوصل ان احنا بنعمل بانش بايوبسي، او ان انا بشيل السكار بكل بالدبث بتاعه بكل حاجه، وابتدي اخلي الدنيا تعمل يعني السكار بكونه من اول وجديد. اكني سكارز على حسب الانواع بتاعت الاكني سكارز. النوع اصعب نوع اللي هو عامل زي الايس بيتس او اللي هو بيبقى مخرم، ده اصعب الانواع، ويوجولي ده لازم يعمل تكنيك معين، والتكنيك ده بيتطلب ان هو ما يتعرضش للشمس خالص، وبيتعرض وان هو لازم يبقى السكين تايب بتاعه فاتح شويه، عشان ممكن لو حد السكين تايب بتاعه بيبقع بسرعه ممكن يحصل تصبغات في البروسيجر دي. لكن البوكس شيب او اللي هم الواسعين والحاجات دي لا، بيتحسنوا. طبعا بيفرق كتير نوع السكار بقالها قد ايه، هي لسه محمره ولسه وصلها بلاد فيسل ولا لا. لو محمره بيبقى النتيجه اسرع بكتير من لو حد بقالها كتير قوي او بقالها مدد. with بقى my own experience، كل عيان ليه قصه لوحده. بس بيتحسنوا؟ طبعا